ويلا بينا مع بعض نبدأ في صفحة 112 بيج 112. يلا بينا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزئية الخاصة بالاقتراح. السؤال رقم 1 بيقول لك have you not about. هنحط خط تحت كلمة about. getting ing alone. loan معناها قرض from the bank، قرض من البنك. المصطلح على بعضه او التعبير على بعضه اللي بيستخدم في ده اسمه have you thought about. thought اهي. have you thought about، هل فكرت قبل كده انك تجيب قرض من البنك؟ طبعا زي ما كنت بقول لك قبل كده ان حرف الجر about في القاعده دي من الحاجات اللي بيجي بعدها دايما ing، عشان بس تبقى فاكر. تمام. طب بعدها بيقول لك have you not getting مباشرة، ing يعني مباشرة. هو اسمها ايه؟ اسمها have you considered والing. تمام. يبقى انا بص هقول لك على حاجة كده في البداية قبل ما نبدأ القاعدة عشان تسهل عليك، بس انت اكتب معايا الملحوظة اللي انا هكتبها دي. بص انا عندي كلمة اسمها about. خليك عارف ان كلمة about في الجرامر ده من الحاجات اللي بيجي بعدها ing. مش بس كده، عندي كلمة اسمها consider برضو من الحاجات اللي بيجي بعدها ing، وكلمة كمان اسمها suggest برضو من الحاجات اللي لما تشوفها اعرف ان انت هتختار بعدها ing، وكلها بتستخدم في الاقتراح. ماشي، افتكر بس معايا المعلومة دي. طب تمام. وافتكر معايا كمان ان انت لما تشوف الجملة في نهايتها علامة استفهام تبقى دي جملة استفهامية، لكن لو في نهايتها نقطة يبقى دي اكيد جملة خبرية، صح؟ طب تمام. الجملة الاستفهامية خليك فاكر بس معايا ان هي بتبدأ بفعل مساعد او حتى فعل ناقص، لكن الجملة الخبرية هتلاقيها دايما بتبدأ بالفاعل. حلو. خليك برضو فاكر معايا وعارف كويس ان اللهم صل على النبي، وخليك فاكر معايا ان انا عندي كلمة اسمها don't وكلمة اسمها doesn't، ودول كده كده معروف ان هو بيجي بعدهم الانفينيتيف او المصدر. اوكي. يلا بينا نكمل. السؤال رقم 3 بيقول لك no school today. مفيش مدرسة النهاردة. نقط going to the playground، نروح الملعب. وحاطط لك في النهاية حاجة مهمة علامة استفهام. والله would وواي وليتس وهاو يطلع منهم كلمة let's، لأن let's بتيجي في الجملة الخبرية، فدي تيجي في الاستفهامية. طب اسمها ايه؟ why don't we. والله don't بتاخد ايه؟ مصدر، فده ing، يبقى دي كمان تطلع بره. would you like المفروض would you like to go to المصدر، يبقى دي برضو تطلع بره. يبقى اللي ينفعني how about هي من الحاجات اللي بتاخد وراها ing. بعد كده السؤال رقم 4 بيقول لك you look really tired. انت متعب جدا. نقط taking some time out to rest وترتاح. هروح حاطط خط تحت علامة الاستفهام دي. تمام. هاخد هنا ال ing. ماشي. في حالة وجود ال ing لك استخدم يا اما about يا اما considered يا اما مش عارف ايه. طب انا هطلع let's لان let's بتيجي في الجملة الخبرية، واطلع حاجة تانية لا والله شال هتعوز المصدر، وواي دونت وي دونت بتعوز المصدر، يبقى شال والمصدر دونت والمصدر. الوحيدة اللي تنفعني هي what about ومعاها ال ing. طب السؤال رقم 5 بيقول لك فيه نقط reschedule the meeting. انك تعمل reschedule معناها جدول زمني، reschedule معناها ان انت يعني ترتب الاجتماع so everyone can join، ان كل واحد هيقدر يدخل. طب reschedule ده في المصدر ولا انت شايف متضاف له ing؟ والله انا شايفه في المصدر. طب ماشي. بص انا شايف في النهايه كده مستر علامه استفهام. تمام. يبقى دي جمله استفهاميه، اطلع let's واطلع we could. تمام. فاضل لي how about وفاضل لي shall we. طب استخدم انهي؟ reschedule دي في المصدر اهي، يبقى الوحيده اللي تنفعني هي shall we، لان about بتاخد ing فدي تطلع بره. بعد كده السؤال اللي بعده رقم 6 بيقول لك في it's warm and sunny. الدنيا حر او دافيه وحر كده. نقط to go roller skating، تيجي نروح الملاهي. طب علامة استفهام اهي، صح؟ تمام. هو دي to والمصدر. ماشي. shall we، والله shall بتعوز المصدر، يبقى shall والمصدر. let's ما بتجيش في الجملة الاستفهامية اساسا فتطلع بره. how about بتيجي في الجملة الاستفهامية بس بيجي بعد about ing فدي تطلع بره. يبقى الوحيدة اسمها would you like to والمصدر، هي الوحيدة اللي تنفع. يبقى would you like to go to مش عارف roller skating. تمام. بعد كده السؤال رقم 7 بيقول لك فيه I would like to do something different. انا حابب ان انا اعمل شيء مختلف this week هذا العام. هتعمل ايه يا عم الحاج؟ نقط go sailing، وراح اعمل لك هنا نقطة
جمله خبريه صح، دي استفهاميه طلعها بره، دي استفهاميه هاو اباوت دي طلعها بره، وود يو لايك دي استفهاميه طلعها بره. جه الاوان ان احنا نختار كلمه ليتس. يبقى ليتس بيجي بعدها المصدر وبتيجي دايما في الجمله الاستفهاميه. بعد كده بيقول لك نقط باي ا نيو كار وحاطط لك علامه استفهام. خلي بالك دي كده جمله ايه؟ جمله استفهاميه اهو، وباي ده المصدر. حلو، طالما استفهاميه هنزل اطلع ليتس. حلو، هحط why don't you ولا have you considered. والله considered دي بيجي بعدها ing فده مصدر ما تنفعش. طب how about برضو بيجي بعدها ال ing يبقى ما تنفعش، يبقى الوحيده اللي تنفعني why don't you. تمام. بعد كده let's not TV tonight، يلا نشوف التلفزيون النهارده. يبقى let's والمصدر. هقول لك استنى ما تستعجلش، واحده واحده. فبيقول لك let's not TV tonight we could share children with playing، احنا ممكن نشارك الاطفال في اللعب. يبقى يلا نشوف التلفزيون ولا يلا ما نشوفش التلفزيون؟ يلا ما نشوفش التلفزيون، يبقى انا عايز نفي not watch. not والمصدر. شفت بقى ان هو ممكن يخدعك، فخلي بالك من الامثله اللي معتمده على المعنى لان هو ممكن يخدعك فيها، وارد جدا. يبقى انا let's والمصدر، يا اما let's not والمصدر. بعد كده السؤال رقم 10 بيقول لك نقط you considered trying اسمها ايه؟ would you considered ولا have you considered؟ بالبلدي كده اسمها would you considered. ليه؟ اسمها قصدي have you considered. ليه؟ لان have بتاخد معاها التصريف الثالث، لكن would اسمها would you consider في المصدر، ان would بتحتاج بعد الفعل المصدر. بس فكرتها في كده بسيطه اهي. طب did و do برضه بيعوزوا معاهم الفعل في المصدر، وهو اسلوب الاقتراح اللي انا هستخدمه اسمه have you considered. بعد كده السؤال اللي بعده سهل جدا بس انت ركز. بيقول لك في people find it difficult to learn English، الناس بتجد ان من الصعب انك تتعلم انجليزي. I suggest و recommend و about بيجي بعدهم ال ing. يبقى I suggest speaking as often as possible، انك تتكلم بقدر المستطاع. بعد كده السؤال رقم 12 بيقول لك my teacher suggests that، مدرسي بيقترح ان I not a study plan. حط خط تحت suggest ووراها ذات. طالما ذات يبقى انت ممكن تستخدم يا المصدر يا should والمصدر. طب ده مش مصدر، دي should والمصدر هاتها ماشي. طب to والمصدر لا، طب making لا، يبقى الاجابه بالنسبه لي هنا كده should والمصدر. ولو كان عندي في الاختيارات make بس كانت هتنفع تمام، لكن مش made ولا to make ولا حتى making. طب بعد كده why don't you مستر، انا لما اشوف don't او doesn't بختار بعدهم ايه؟ مصدر. why don't you use a diary to help your plan to help you plan your homework، عشان تساعدك ان انت تعمل تعمل الورك بتاعك. انا اسف، يبقى هنا استخدم كلمه use. بالمناسبه diary اللي مش فاكرها فهي معناها ايه؟ معناها مفكره. تمام. السؤال رقم 14 بيقول لك have you considered مستر. consider وsuggest وريكومند بيجي بعدهم ing، بس have you considered about والing ولا have you considered ing؟ مستر ما هي considered والing يا اما about والing. تمام، فالمفروض ان انا اقول لك have you considered taking. تمام، talking انا اسف. بعد كده السؤال رقم 15 بيقول لك it would be nice if، هيكون من الجميل جدا if we نقط have a cup of tea، لو احنا قدرنا ان احنا ناخد ايه؟ ناخد فنجان قهوه. ده حالة اف اهي صح، يبقى اف وراها كود والمصدر. حلو الكلام. وكود هنا اسلوب اقتراح، لو احنا نقدر ناخد فنجان قهوة دي هتكون فكرة جميلة. يبقى ده كده كان اسلوب اقتراح، وبكده نبقى خلصنا صفحة رقم 112. بعد كده ندخل ان شاء الله باذن الله على صفحة رقم 113. في السؤال رقم 16 بيقول لك فيه have you thought about دي بيجي بعدها ing. طب ما دي يا مستر تو المصدر فدي تطلع بره، دي ing سيبها، ودي تو المصدر ودي ing سيبها. كده عندي 2 ing يا مستر اهو being و doing. طب اعمل ايه؟ اسأل نفسك، هو انت عايز تبني حاجة للمجهول؟ have you thought about being done انك تتعامل تمارين ولا انك عمل التمارين ذات نفسه؟ عمل التمارين ذات نفسه، يبقى الجملة اكتف، يبقى رقم دي. بعد كده السؤال رقم 17 بيقول لك ايه؟ بيقول لك you could take the metro. جميل المثال ده، انت تقدر تاخد الايه؟ المترو. هي could هنا بتعبر عن ايه؟ ability عن القدرة، ولا عن suggestion الاقتراح، ولا polite request الطلب المهذب، ولا necessity؟ مبدئيا ده مش طلب لان الطلب بيتحط في صيغة استفهام، ونسيسيتي كود ما بستخدمهاش للتعبير عن الضرورة. فانا ممكن اقول لك يا مستر هي بتستخدم للتعبير عن الابيليتي عن المقدرة، وممكن تستخدم عن السجستشن الاقتراح.
طب هو هنا استخدم كلمة ability ولا suggestion؟ طبعا اي حد بصمجي هيجي يقول لك يا مستر انا بحل على الاقتراح، فهروح جاي مختار لك بتاعة الاقتراح، هقول له البصمجة ساعات بتنفع والاجابة صح، بس المهم ان انا ابقى فاهم هو انا ليه اسيب كلمة ability. الصح ان هو كان يقول لك past ability، مقدرة في الماضي، هي مش كان هي الابيليتي العادية او المقدرة في المضارع، لكن كود والمصدر بستخدمها للباست ابيليتي، فخلي بالك برضو من نقطة زي دي. بعد كده السؤال رقم 18 بيقول لك I was considering whether whether to المصدر او not to المصدر. حلو. them the truth or not، انا طالما شفت كلمة or not او لا يبقى انا اقول لهم ولا لا، يبقى انا عندي to المصدر، وده برضو من الحاجات اللي بتتنسي دايما. السؤال رقم 18 ده I was considering whether to المصدر. بعد كده السؤال رقم 19 بيقول لك ان ايه بيكلم بي، فايه قال ايه where can I spend my holiday with winter. هو انا this winter، هو انا ممكن اقضي اجازتي فين هذا الشتاء؟ فبيرد عليه بقى قال له ايه ده، هو كده بيرد على يعني عايز يقول له هتقضيها فين. how about you، ماذا عنك، ارد بسؤال يعني لا. طب that's brilliant، هذا رائع، هو قال حاجه عشان تقول له هذا رائع؟ ما قالش. طب you could go to أسوان، ده اسلوب اقتراح، انت تقدر تروح لأسوان، ماشي. طب you should see a doctor، انت يجب عليك انك تشوف طبيب؟ لا طبعا، فاللي ينفعني هنا you could go to أسوان. بعد كده السؤال رقم 20 بيقول لك فيه ايه بيكلم بيه، فايه قال ايه shall we go to a movie، يلا نروح نتفرج على فيلم. قال له I would love to، انا كنت حابب والله، but I not the kids، وراح حاطط لك علامة استفهام. حلو، علامة استفهام يا مستر كلهم تحت ادوات استفهام. طب هو ذا كيدز ده بالنسبة لي ايه؟ بالنسبة لي اسم ولا فعل مضاف ل ing ولا مصدر ولا ايه؟ ده ذا كيدز ده بالنسبة لي كده ده ناون، وانا عندي في الانجليزي دايما اقول لك ان الناون اوقات كتيرة بيبقى منفذ على الفعل مضاف له ing. اجي اقول لك ان كلمة اسمها ريد معناها يقرأ فعل، لو بقت ريدنج بقت هي القراءة، القراءة ديت هي في نفس الوقت اسم وفي نفس الوقت هي فعل متضاف له ing. تمام. طب why don't you، don't دي بتعوز مصدر كده كده هطلعها. طب do you consider دي بتعوز ing، طب سيبها ing او اسم. طب ماشي have you thought برضو think، have you thought المفروض have you thought about، على فكرة المصطلح اسمه have you thought about، فده كده مش كامل. طب what about، طب استخدم انهي بقى؟ قال لك استخدم what about لما يكون في عندك اعتراض على شيء معين، او ان انت بتسأل عن تجهيز شيء معين، حتى كاتب لك الملحوظه بتاعتها تحت اهو للتعبير عن الاعتراض او امكانيه التجهيز لشيء، يبقى what about يجي بعدها الاسم يا الفعل متضاف له ing، خدت بعدها الاسم. طب ماشي how about بقى ايه نظامها؟ قال لك how about I not you up at 8، ماذا عن ان انا اوصلك الساعة 8؟ فبي رد عليه قال له great I will see you then. والله يا مستر انا طول عمري اعرف ان how about بيجي بعدها ال ing. حلو، يبقى ال ing دي استنى بقى، ده المفروض ال ing يجي مباشرة، امال ده ايه؟ ده فاعل. كاتب لك تحت ملحوظة بيقول لك اذا جاء how about بعدها فاعل ضع الفعل في المصدر، ودي معلومة مهمة جدا جدا جدا. يبقى how about وراها فاعل يبقى تحط معاها الفعل في المصدر. بعد كده السؤال رقم 22 بيقول لك ان ايه بيكلم بيه، ماله بقى ايه؟ قال ايه would you like to go to McDonald's، هل تود ان تذهب الى ماكدونالدز؟ ايه ده هما مش مقاطعين ولا ايه؟ عايز تروح ماكدونالدز. فبيرد عليه قال له ايه I would not rather، ايه would not rather ولا okay I have to study for my exam، انا اوكي انا لازم ان انا اوكي بس انا لازم اذاكر الامتحان حتى مش راكبه، ولا that's too much ده كتير جدا، ايه الرد ده ما ينفعش، ولا I would love to it's great انا حابب ودي فكرة حلوة. المثال ده مش معانا، المثال ده مش ماشي مع المقاطعة. ماشي. السؤال رقم 23 بيقول لك فيه your friend صديقك wants to study English، عايز يدرس انجليزي، make a suggestion اقترح عليه اقتراح. ماشي، استخدم انهي؟ how about doing a course، how about وراها ing اهوت وعلامة استفهام. تمام. طب let us use social media، يا عم ده بيقول لك خلينا نذاكر انجليزي وندرس انجليزي، انت تقول له نستخدم السوشيال ميديا؟ اكيد لا. that sound like a great idea، دي فكرة حلوة، وانت كده بتقترح عليه لما تقول له فكرة حلوة يبقى انت كده اقترحت عليه؟ اكيد لا. طب لما اجي اقول لك I am not very keen on it،
انا مش حريص عليها ومش مهتم بيها، اكيد برضو دي مش اسلوب اقتراح. الوحيده اللي اسلوب اقتراح هنا يبقى هاو اباوت دوينج ا كورس، ماذا عن ان احنا ناخد كورس. بعد كده السؤال رقم 24 بيقول لك فيه your friend says، صديقك بيقول ايه يا سيدي؟ how about a game of chess، ماذا عن جيم تشيس، جيم شطرنج. which of the following makes the same suggestion، اي من الاتي هيديك نفس اسلوب الاقتراح. هو الاقتراح اللي فوق في الجمله الايه؟ في الجمله الاستفهاميه. هي بتفرق؟ هي مش تفرق قوي، بس خلينا نشوفها. هاجي اقول لك allow us play مستر، allow بتاخد to المصدر، متضحكش عليا، يبقى allow to play. ماشي حلو. I would rather you play the chess، I would rather you play the chess، كان من الافضل ان انت تلعب التشيس. ده مش اسلوب اقتراح، I would rather ده مش اسلوب اقتراح. طب let us play chess ولا let's play chess؟ انا هستخدم let's play chess. هي بتفرق يا مستر؟ بتفرق. انا كنت بقول لك let us بستخدمها في الانفورمال، انا اسف، في الفورمال، في الكلام الرسمي. لكن ليتس اللي فيها اختصارات دايما يا جماعه دايما بتيجي في الكلام الانفورمال، في الكلام الغير رسمي. طب بيقول لك your friend، صديقك بيقول، يبقى طالما صديقك بيقول يبقى ليتس بأبوستروف اس. مثال جميل. بعد كده السؤال رقم 29 بيقول لك which of the following is used for rejecting suggestion. لازم ابقى عارف في الامتحان كلمه reject دي يعني ايه؟ معناها يرفض، بتعمل rejecting. ترجمها، وعشان ممكن يجي لك سؤال زيه في الامتحان. ليه لا؟ اي من الاتي بيستخدم لاجل رفض اقتراح. ده كده الاولاني كده من بالصلاه على النبي اسلوب اقتراح اهو من قبل ما نقراه. ماشي. هاو اباوت that's a great idea، دي فكره حلوه، دي برضو مش اسلوب ان انا ارفضه. ماشي. I am not sure about that، انا مش متاكد عن ده. I don't like Italian food، انا مش حابب الطعام الايطالي. ولا count me into يعني عدني انا كمان معاكو. لا ده مش اسلوب رفض اقتراح. اللي ينفعني I am not sure about that، انا مش متاكد من اللي انت بتقوله ده. I don't like Italian food، يعني واحد كان بيقترح عليا الايطاليان فود وانا قلت له انا مش متاكد بيه، فانا مش بحب الايطاليان فود، يبقى انا كده رفضت الاقتراح. وبكده ابقى خلصت صفحه رقم 113.